انتهت مباراة القمة التي جمعت فريق الرجاء الرياضي بمضيفه مولودية وجدة اليوم السبت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري الاحترافي. وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث يحتل الرجاء الرياضي المركز 5 برصيد 40 نقطة، في حين يحتل المولودية المركز 11 برصيد 29 نقطة. انتهت مباراة الرجاء والجيش الملكي بالتعادل السلبي، ويبقي الجي الملكي متصدر الدوري المغربي في حين الرجاء في المركز الخامس. وقد انتهت مباراة الوداد المغرب الفاسي بهدفين مقابل لا شيء لصالح فريق الوداد، ليصبح الفوز الثالث على التوالي. وقد انتهت مباراة الوداد المغرب الفاسي بهدفين مقابل لا شيء لصالح فريق الوداد، ليصبح الفوز الثالث على التوالي. ويترقب الجماهير مباراة نصف نهائي كأس العرش بين الرجاء والوداد. وقد قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة الوداد البيضاوي من الفوز على نظير الرجاء والوداد برسم نصف ب3 أهداف مقابل هدف إلى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بدلا من ملعب الجولة 28 من مسابقة الدوري هذه المواجهة الحارقة على ملعب صاحب الفوز محمد الخامس. وسجل أهداف الوداد الثلاثة كل من منصف عمري في الدقيقة 14 بالخطأ في مرمى، وجلال الداودي في الدقيقة 18، ويحيى جبران في الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء، بينما جاء هدف فريق أولمبيت أصفي عن طريق محمد مرابط في الدقيقة 4. وحاول تسجيل المزيد من الأهداف